والله يا جدع، والله العظيم تتفرج على كابتن رضا عبد العال ما تعرفش تبطل ضحك، اقسم بالله ما تعرفش تبطل ضحك. يعني الراجل بيسألك على تقييمات اللعيبه، لعيبه الاهلي يعني ولعيبه بيراميدز برضه في ماتش السوبر. انت سبت الموضوع خالص خالص ورحت لحته تانية خالص، وانا هموت واعرف مين المذيع ده السياسي اللي دخل في الكوره علشان يتشاف يا كابتن رضا. يعني مين هو؟ ومين اللي قالك ما تقيمش؟ انت ما تقيمش يا جدع. لما انت ما تقيمش مين يقيم؟ لما كابتن رضا عبد العال ما يقيمش اللعيبه. كابتن رضا عبد العال كبير الهجاصين هو اللي قال على نفسه كده، محدش قال، هو بنفسه اللي قال. انت يا كابتن بنفسك انت قلت على نفسك ان انت هجاص. انت هجاص، انت اللي قلت كده. فبتلوم ليه بقى الناس لما بتهاجمك؟ ما انت اللي قايل على نفسك كده، فبتلوم الناس ليه؟ وبعدين الراجل ما بيتشافش، اللي هو مين؟ سيد علي تقصده بتاع الحدث اليوم مثلا؟ لا انا بشوفه على فكرة، واعرف ناس كتير بتشوفه على فكرة. ليه الغرور ده يا عم؟ وليه المهاجمة الجبارة دي يا عم؟ انا دورت على فكرة على الراجل ده، هل غلط فيك بتاع؟ ما لقيتش اي غلط فيك خالص يعني. ايه يا عم في ايه؟ وبعدين لما انت تقول على نفسك هجاص ما تزعلش بقى من غيرك، لما عادي بقى، عادي. عادي يا كابتن. بس بصراحة ضحكتني، بأمانة والله. كل ما اتفرج على كابتن رضا عبد لازم اضحك. يعني شكرا يا كابتن والله بجد، شكرا من القلب.